غرام الذهب في المغرب وصل 1383 درهم. كاع الناس دابا كتجري باغيه تبيع وكتقول هذه هي الهمزه، ولكن بلاتي واحد الصدمه غتنزل عليك. من بين كل 10 الناس كيبيعوا دابا 9 كيديروا اكبر غلط في حياتهم وكيتصيدوا بلا ما يعيقوا. واش انت كدير هذا الغلط دابا بلا ما تعرف؟ خليك معايا حتى لاخر دقيقه في الفيديو، حيت غنعطيك واحد السر صدمه في العيار 18 الا عرفتيه غيتبدل تفكيرك كامل على الذهب، وعمر شي صايغ في المغرب غيبقى يضحك عليك. اجي نبداو بالعرام ديال بصح واللي كاين في السوق دابا. غرام الذهب عيار 24 واصل 1383 درهم، وعيار 21 اللي كيشريوه معظم المغاربه داير 1210 دراهم. اما عيار 18 واصل 1073 درهم. غتقول لي ويلي هادشي غالي بزاف. غنقول لك عندك الحق، ولكن الصدمه هي الا قارناه مع هذه غير عام. قبل عام واحد فقط الأونصية في المغرب كانت ب 25,000 درهم، ودابا طارت ل 31,700 درهم. يعني اللي شرا غير غرام واحد هادي عام دابا ربح فيه 350 درهم في الجرام، وإلا كان كاع شاري 100 غرام ها هي 35,000 درهم د الربح بدون مجهود. ولكن دابا كاين السؤال الكبير اللي واش هاد الأسعار غتبقى شاعلة فيها العافية هكذا ولا غترجع تطيح الأرض؟ هبط دابا الكومونتير وقول لي واش عندك فيه ذهب مخبي ولا والو. هاد الغلاء ماشي غير كيفرح اللي باغي يبيع، راه نزل بحال الصاعقة على المحلات والصياغ. رئيس الفيدرالية المغربية للصياغين دق ناقوس الخطر وقال باللي غير كيوصل سعر الذهب ل 5000 دولار للأونصة عالميا بزاف د المحلات في المغرب غتشد الساروت وتغلق بصفة نهائية. الصياغ والحرفيين ديالنا ما بقاوش قادرين يتحملوا التكاليف. واحد التاجر الذهب عاود لنا باللي التذبذب ديال السوق خلاه يشوف خسائر يومية فادحة. تخيل كيبيع الذهب بسعر معتمد وفجأة في ظرف ساعات كيتزاد الغرام ب50 درهم. هادشي خلى بزاف د المعاملات بالشيكات تاكل رأس المال ديال الناس بسبب فوارق السعر، ونوض صراعات ما بين المصنعين تجار الجملة والزبناء. يعني فوق الغلاء كاينة أزمة حقيقية في الكواليس. هنا غنتلاقاو مع واحد اللغز كيسولو كاع المغاربه علاش الذهب في المغرب بعض المرات كيكون غالي اكثر من السعر العالمي. جواب ساهل ومخبي في كلمه واحده: الدمغه او البوانسون. اي قطعه ذهب في المغرب خاصها تحمل العلامه الرسميه الدوله كشهاده على النقاوه ديالها، وهذا الشيء فيه رسوم من الدوله وكتزاد عليها التيفيا، الضريبه على القيمه المضافه، وزيد عليها تكاليف المصنعيه او المصنعيه. القطعة اللي مخدومة باليد كتقام أغلى بزاف من اللي مصوبة بالآلة، والقطع التقليدية فاس ومراكش هذيك بوحدها عالم. يعني فاش كتشري غرام ديال الذهب في المحل راك كتشري فعليا سعر الذهب، رسوم الدولة، تيفيا ويد الصاير. هذا الفرق كيوصل بعض المرات حتى ل 20% فوق السعر العالمي، وهذا الشيء كيجرنا لواحد الكارثة خطيرة بدات كتبان في السوق المغربي دابا. هذه الكارثة هي اللي كيسميوها في السوق الذهب الصيني. المحلات في المغرب ولاو عامرين به، وهو الصنف معروف ومنتشر بزاف، ولكن الفرق بينه وبين الذهب المضمون كبير بزاف. الذهب الصيني غالبا كيكون عيار أقل، ولكن المشكل كيتصاوب بنفس الشكل تماما. الناس العادية ما كتعرفش الفرق حتى كيمشيو يبيعوه، وتما كيتصدموا باللي ما كيسواش حتى ربع داكشي اللي خلصوا فيه. باش تحمي راسك وما تمشيش ليك فلوسك دائما طلب شهادة البوانسون الرسمية، وقلب على العلامة الصغيرة المنقوشة على الحلي. إلا ما لقيتيهاش أو كانت ما واضحاش هرب من داك المحل، وخليك دائما مع المحلات الكبار والمعروفة والمضمونة. الذهب ما فيهش اللعب. دابا وصلنا للجزء اللي كل شيء كيتسناه. شنو دير انت دابا فلوسك؟ شوف، باش نكون صريح معك، أنا ماشي مستشار مالي، أنا كنعطيك المعطيات وانت فكر بعقلك. إلا عندك ذهب دابا ومحتاج الفلوس وباغي تبيع، الأسعار في المغرب دابا راه تاريخية وقوية بزاف رغم الهبوط العالمي للأونصة فوق 31,000 درهم. يعني دابا كاين وقت مناسب للبيع المستعجل. أما إلا بغيتي تشري للاستثمار، المهنيين كيقولوا باللي الذهب تيبقى هو الرهان الآمن تاريخيا رغم كاع هاد المخاطر. ولكن نصيحة، إلا غتشري شري عيار 21 أو 24 فقط، بعد على عيار 18 حيت فيه نسبة مصنعية عالية وصعيب ترجع فلوسها فاش تقيع. وشري على مراحل ماشي دقة واحدة. والأهم حافظ على فاتورة الشراء دائما، راه هي دايري لك فاش تبغي تبيع. وصلنا دابا للسر الحقيقي اللي مخبينه عليك.
واش كتعرف باللي الذهب عيار 18 هو الأكثر انتشاراً في المحلات الراقية في المغرب، ولكنه من ناحية الاستثمار هو الأسوأ على الإطلاق، حيث فيه نسبة كبيرة من معادن أخرى، وفاش كتمشي تبيعو الصايغ كياخدو منك بسعر أقل بزاف من اللي خلصتيه، حيث كيطيح ليه ثمن المصنعية كاملة. الذهب الاستثماري الحقيقي هو عيار 24 بنقاوة 99.9%، والتجار الكبار هما اللي كيدسوا هذا الذهب عيار 24 منين كتكون الأسعار طايحة، ودابا هما اللي كيجمعوا الثروات من بعد هذه القفزة التاريخية. يعني السر ماشي هو متى تشري، ولكن هو شنو تشري. واش غتشري الذهب الحقيقي بالعيار الصحيح ولا غتشري المظهر وتخرج خاسر؟ دابا هاد المعلومات كاملة بين يديك، واش غتبدل طريقتك في المعاملة مع الذهب من هنا لقدام؟ جاوبني في الكومنتير، واشترك دابا في السر المظلم باش يوصلك الفيديو الجاي اللي غنكشفو فيه سر آخر.